السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين. اليوم بعطيكم مقادير مضبوطة للعصير المركز الجاهز اللي نزود دايما عليه موية، بالذات نحبه في رمضان. وطبعا كثير منكم راح يستغرب، يعني بعضكم تقول ما له داعي تعطينا مقادير في العصير، بس كثير والله بنات طلبوني اني اوريهم الطريقة المضبوطة له، وقلت من عيوني. وكثير اللي يضبطونه بيستغربون، فعادي انا وانتو كنا زيهم ما نعرف وتعلمنا، ما فيها شيء نعلمهم. ويلا معايا أوريكم مقادير البسيطة. أول شيء نص كوب عصير مركز، أي عصير مركز بهذا الشكل. نضيف له 3 أكواب ماء، يعني نص كوب مقابله 3 أكواب ماء فقط، ما أزيد لا سكر ولا شيء. هذا طريقة مضبوطة ويطلع طعمه يجنن. نخلطه وخلاص صار جاهز. ممكن تضيفوا له إذا حابين فواكه. أنا صراحة أحب أحيانا أضيف له برتقال، نعناع، أي شيء، ليمون، وخلاص صار جاهز. يعني الفواكه اختياري لكم. خلاص صار جاهز عندنا، مرة لذيذ وسهل وبسيط. نجي للثاني التوت اللي اسمه فينتو. نوريكم مقاديره. نفس الشيء معه نص كوب من العصير المركز، وأضيف له 3 أكواب ماء. يعني تبغون زيادة الكمية أكثر، زودوا المقادير، وسهل جدا. وخلاص حركيه. تبغى تضيفين لها فواكه شيء، أنا عندي توت مجمد، غسلته وفكيته من الثلج وحطيته مع العصير، وخلاص صار جاهز. أقدمه سهل جدا وبسيط جدا. أهم شيء إنكم تضبطون المقدار زي ما قلت لكم، وبالعافية علينا وعليكم. وخلاص صار عندي ما شاء الله النوعين جاهزة. وأي عصير زي كذا مركز تاخذونه من السوبر ماركت سووا نفس المقدار بإذن الله يضبط.